ما اظنش ان في حد ما شافش اللي حصل بعد الماتش، فحابب اوجه رساله للكابتن فيشه. انت مين يا ابني؟ انت مين يا ابني اقسم بالله؟ يعني انت فاكر نفسك لعيب كوره؟ ما لعبش والله، والله انت ما لعيب يا ابني، انت ولا اي حاجه. عقليه بتبان قد ايه عقليه ساذجه. وبيبان، واللي حصل ده بيبين قد ايه في قصور عند النادي الاهلي، وفي قصور عند الناس اللي موجوده، وان الناس اللي موجوده اصلا لا هي على قدر المسؤوليه، ولا هي عارفه يعني ايه نادي اهلي، ولا هي عارفه قيمه الفرقه، ولا هي عارفه قيمه الجمهور. لو انت فاكر نفسك يا ابني بني ادم عشان ربنا كرمك بشويه فلوس، ولا عشان بقى معاك عربيه وبقيت عايش في بيت عامل ازاي، ولا بقيت مش عارف ايه، فاللي عمل لك ده جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيدفعلكش مرتبك عشان انت لعيب جامد. وياما لعيبه جامده لعبت في انديه تانية وما خدتش ربع عقدك في مسيرتها كلها، بس انت موجود وبتاخد فلوس عشان انت في النادي الاهلي. عشان الاهلي بيجي له رعاه، ما بيجيلوش رعاه عشان اللعيبه ولا عشان بيكسب بطولات. ده جزء، بس بيجي له رعاه اكتر عشان جمهوره، عشان القاعده الشعبيه اللي ورا النادي الاهلي. بالنسبه لكابتن محمد رمضان، فيعني ايه يلا يا شناوي؟ يعني ايه يخش جوه؟ ويعني ايه ما يحنيش الجمهور؟ يعني دي لو حركه طلعت من اللعيبه، طلعت يا عم من كابتن فرقه، لكن ازاي تطلع من راجل مدير رياضي لاكبر نادي في افريقيا؟ حركه عمري ما شفتها في حياتي بتحصل جوه النادي الاهلي، ومعناها ان الراجل اللي ماسك ده مش عارف تقاليد النادي ولا تاريخه، اللي بيحط النادي، جمهور النادي الاهلي رقم واحد، وبعد كده يجي اي حد، لان الجمهور الناحيه الثانيه بيحط النادي وبيحط اسم الاهلي فوق، وبعديها تيجي كل اللعيبه ويجي اي حد. عمر ما الجمهور قصدي وقف مع لعيب ضد النادي. دايما جمهور الاهلي بيعلي قيمه ان النادي رقم واحد. دلوقتي اللي بيحصل بنشوف انه عكس كده، بنشوف ان اللعيبه حاطه نفسها فوق النادي. عمرنا ما شفنا النادي الاهلي فيه شلاليه ولا فيه احزاب ولا فيه الكلام ده كله. يعني ايه لعيب يلم اللعيبه ويقول لهم لا انا مش هروح، ولو رحت مش هروح، وكابتن الفرقه يجي عشان يحيي اللعيبه بعد ما حس بغلط وبعد اللي عمله، وموقف يحترم من الشناوي، يجي له المدير الرياضي ويجي له حته لعيب اصلا يعني لاعب كده، والواحد مش عارف هو اصلا موجود في فرقه زي النادي الاهلي ليه، ومخسرك بطولتين، ومن البجاحه انه يقول لك انا مش هروح احيي الجمهور. يا ابني انت مش فاهم، انت عملت كارثه. انت الموضوع اكبر من انت ضيعت ضربه جزاء، ولا ضيعت انفراد، ولا خسرت الاهلي قدام فلومينينسي السنه اللي فاتت. الموضوع موضوع ان انت مش حاسس بمكانك، ومش حاسس انت موجود فين، ومش حاسس بالنعمه اللي ربنا اداها لك. ف مجلس اداره النادي الاهلي لازم يشوف حل في الموضوع ده، والحل الوحيد اللي يرضي الجمهور يعني من وجهه نظري ان كهربا ده طبعا لازم يعني يتعرض للبيع بقى، يشغلوا مكان عم حارس، يعملوا فيه اي حاجه، بس ما يلعبش كوره في الاهلي تاني. وكابتن محمد رمضان بعد اللي حصل ده لازم يبقى فيه موقف، ويطلع بيان بقى زي ال 50,000 بيان اللي بيطلعهم، يطلعوا كمان بيان اعتذار للجمهور.